هنا بين جدران تحفظ تفاصيل البطولة تستعيد الذاكرة الجزائرية مشاهد من زمن صنع فيه الرجال والنساء ملحمة الاستقلال. في سكيكدا يفتح المتحف الجهوي للمجاهد علي كافي أبوابه أمام جيل لم يعش الثورة، لكنه يكتشف بطولاتها وكأنه جزء من أحداثها. اليوم رانا في زيارة في متحف المجاهد علي كافي سكيكدا، نستحضر ذكرى هجومات شمال القسنطيني 1955. يعني ما شاء الله الناس هنا كانوا مرحبين بنا وراونا تاريخ بلادنا يعني وتاريخ جدودنا اللي نفتخروا به. ما شاء الله هناك مختلف الأسلحة التي كانوا يستعملوها، مختلف الوثائق وحتى مختلف المجالس التي كانوا يجلسوا عليها. استحضرنا ذكراهم ويعني تأثرنا تأثر كبير. يعني نتمنى تكون زيارات أكبر على هذا المتحف من ولايات أخرى ولا حتى من الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج، لمعرفة تاريخ الجزائر اللي تسخر به ثاني ولاية سكيكدا من أحداث تاريخية التي لا يجب أن تموت، التي تحمل ذكريات شباب قادوا الثورة في الوقت هذاك. لا تقتصر أهمية المتحف على عرض الوثائق والمقتنيات التاريخية، بل تتجاوز ذلك إلى تحويل الذاكرة إلى تجربة حية بالنسبة للزائر، لا سيما فئة الشباب. فمن خلال الصور والشهادات والوثائق والمجسمات يتعرف الناشئ على حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمجاهدون. وكحنا كشبان نحبوا نعرفوا أكثر على تاريخ الجزائر. كما اليوم شفنا الكثير من الأشياء التذكارية تقدر تلقاهم في المتحف الجهوي، من بيناتها الألبسة، من بيناتها الأشياء التاريخية اللي كانوا يستعملوها المواطنين المجاهدين، ومن بيناتهم الآلات، ومن بيناتهم الطائرة أيضا اللي سقطت وجابوها حتى هنا المتحف يكون من جميع المواطنين من ناحية سكيكدا ومن ناحية خارج سكيكدا يقدروا يعرفوا على تاريخ الجزائر وعلى الأحداث اللي صارت في 20 أوت وغيرها من الأحداث. يزور المتحف كل فئات الشعب الجزائري، وهناك زيارات مخصصة لأبنائنا المتمدرسين وفقا لبرنامج مع مديرية التربية لولاية سكيكدا وبعض الولايات المجاورة. يوثق هذا المتحف إلى محطات مهمة في تاريخ الثورة، منها هجومات الشمال القسنطيني واللي تعتبر ملحمة من ملاحم الثورة الجزائرية ومنعرج حاسم في الثورة الجزائرية، كما تؤرخ لصور لعدة شهداء في هذه الولاية وما أكثرهم صور حية عن نضال المرأة في هذه الولاية. بين صفحات الماضي وطموحات المستقبل يواصل المتحف الجهوي للمجاهد علي كافي أداء رسالته في نقل الذاكرة من جيل إلى آخر. فتوافد الشباب والطلبة على هذا الصرح التاريخي يؤكد أن الارتباط بتاريخ الثورة لا يزال حيا، وأن معرفة تضحيات الأجداد تشكل رافدا لبناء جيل أكثر وعيا بقيمة الاستقلال.